الظاهر كده ان شركة ايتل سبقت شركة سامسونج في انتاج الفلاج شيب بتاعها الاس 25 الترا. طبعا دي نكتة، فالشركات دلوقتي ما بقتش بس بتقلد التصميم، لا دي كمان بقت بتقلد اسامي الموديلات، خصوصا لو هي موديلات مشهورة، وطبعا دي حاجة مش حلوة. المهم، بعد ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الموبايل الاقتصادي الجديد من شركة ايتل الاس 25، واللي هو بالمناسبة موبايل اقتصادي كويس جدا بالنسبة لسعره، فاحنا في فيديو النهارده هنتعرف على النسخة الالترا والاقوى من الموبايل ده، وهو الايتل اس 25 الترا، واللي بيجي بمواصفات اعلى وطبعا سعر اغلى شوية. فاحنا في الفيديو ده هنتعرف على كل مواصفات الموبايل وعلى كل مميزاته وعيوبه. بس يا ريت في الاول تدعموني بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتشتركوا في قناتنا التانية قناة سراديب. انا محمود طمان، واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. الموبايل مش بس واخد اسم سلسلة الاس الترا من سامسونج، لا ده واخد التصميم كمان. فالموبايل تقريبا جاي بنفس التصميم او الديزاين بتاع الاس 24 الترا من سامسونج، خصوصا من حيث رصة الكاميرات بتاعت التليفون. التليفون بيجي بخامات تصنيع من البلاستيك بالكامل البوليكربونات واللي نوعيته كويسة، وكمان جودة تقفيل وتصنيع التليفون مقبولة جدا. والظهر بتاع الموبايل بيجي بديول تون لونين، وده مدي للتليفون شكل جذاب ومختلف. وكمان الموبايل بيجي برينج لايت RGB متعددة الألوان، واللي بتشتغل كلمبة إشعارات، واللي بتدي للتليفون شكل جميل جدا لما بتنور. ولكن أكتر حاجة بتميز التصميم ده هو إن الموبايل نحيف جدا، فالتليفون سمكه أقل من 7 مللي، وكمان التليفون وزنه خفيف قوي، مش هتحس إنك شايل حاجة أصلا. وطبعا السمك النحيف والوزن الخفيف بتاع التليفون ده بيزود أكتر من شياكة الموبايل، بيخلي استخدامك للتليفون ومسكتك ليه أسهل وأريح. فبصراحة التصميم بتاع الموبايل ده، وبالرغم من انه متقلد، الا انه شكله حلو ومميز وهيعجبك جدا. اما بقى بالنسبة للشاشة بتاع التليفون، فهي بصراحة من اهم نقاط القوة والحاجات الايجابية جدا في الموبايل، وانا بعتبرها السيل بوينت بتاع الموبايل ده. فالشاشة دي لوحدها كفيلة انها تخليك تشتري التليفون. فهي اولا شاشة كاملة بتيجي بثقب او دوت ديسبلاي، وكمان حجمها كبير 6.78 بوصة من نوع أموليد، ودي نوعية شاشة ممتازة بالنسبة لتليفون اقتصادي. وكمان المميز جدا في الشاشة دي انها شاشة كيرفي منحنية الاطراف، وده بيزود جدا من جمال التليفون وشياكته. وعلى فكرة ده ارخص موبايل بيجي بشاشة كيرفي، والشاشة دي بتيجي بجودة فول اتش دي بلس بكثافة بكسلات 2436 في 1080 بكسل، وده هيدينا 393 بكسل لكل بوصة في الشاشة، ودي كثافة بكسلات ممتازة بالنسبة لحجم الشاشة الكبير ده. الشاشة بتيجي بأبعاد عرض كبيرة 20:9، وكمان عليها طبقة حماية من نوع جوريلا جلاس 7i. ولما نيجي بقى نتكلم عن الأداء بتاع الشاشة، فبصراحة الشاشة الكيرفي الأموليد دي هتقدم لك أداء ممتاز، وده من حيث درجة الحدة وتشبع الألوان اللي بيظهروا على الشاشة. هتحس كده إن الشاشة دي ألوانها منورة، وإن الشاشة بتبرق من جمال وحلاوة الألوان اللي بيظهروا عليها، خصوصا كمان لما تعرف إنها بتيجي بمليار لون، وده بالتالي هيخلي دقة الألوان وحدتها اللي بتظهر على الشاشة تكون في منتهى الجمال والروعة. الألوان هتكون مظبوطة جدا وواضحة ودقيقة، وكمان الشاربنس بتاع الشاشة ده هايل، فالكلام والتفاصيل والأيقونات اللي بيظهروا عليها بيكونوا واضحين ومتشافين بشكل كويس قوي. ومن أهم المميزات اللي بتيجي في الشاشة دي إنها بتيجي بمعدل تحديث ريفريش ريت عالي 120 هرتز، وده هيخلي أي حاجة تشتغل معاك على الشاشة بتاع الموبايل سواء فيديوهات أو جيمز تشتغل معاك بشكل سلس وسريع جدا. وبرضه من أهم المميزات اللي موجودة في الشاشة دي هي درجة سطوحها، فأنت مش هيقابلك أي مشكلة خالص وأنت بتستخدم الشاشة دي تحت أشعة الشمس المباشرة، وده لأنها بتيجي بدرجة سطوع بتوصل لغاية 1400 نتس. وكمان حواف في أطراف الشاشة صغيرين جدا تقريبا مش موجودين، وده مع الشاشة الكبيرة الكاملة الكيرفي بتاع الموبايل هتحس كده إنها مستحوذة عليك وإنك منغمس جواها وأنت بتستخدمها. فبصراحة الشاشة دي بتاع الاس 25 الترا من ايتل هي من أفضل الشاشات في فئتها السعرية، إن ما كانتش أفضلهم كمان، وده سواء من حيث تصميمها أو حجمها وكمان نوعيتها ودقتها، وهتقدم لك أداء ممتاز وهايل في عرض أي محتوى عليها من أي نوع سواء فيديوهات أو جيمز. أما بقى بالنسبة للأداء، فالموبايل ده الاس 25 الترا من ايتل هيقدم لك أداء كويس ومقبول جدا، ولكن للأمانة مش هيكون في نفس القوة بتاع الشاشة بتاع التليفون. فالموبايل بيجي بمعالج من إنتاج شركة يونوسك الصينية، وهو التايجر تي 620، وده لسه معالج جديد مش موجود بس غير في الموبايل ده وفي النسخة العادية منه الاس 25. فهو معالج اوكتا كور ثماني النواة،
وبيجي بتردد لغاية 2.2 جيجا هرتز بدقة تصنيع 12 نانومتر، وهو طبعا غير داعم لشبكات الجيل الخامس. التليفون بيجي ب3 نسخ من الساعة التخزينية 128 و256 و512 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية واحدة في ال3 نسخ 8 جيجا رام، ودي أرقام وساعات كويسة وهتكون مناسبة جدا للفئة السعرية دي. ولما نيجي بقى نتكلم عن الأداء بتاع الموبايل، فبصراحة المعالج ده هو معالج جيد جدا بالنسبة لسعر التليفون الاقتصادي، ولكن في نفس الوقت يعني كنت أتمنى لو إن التليفون كان جايب معالج تاني أقوى شوية علشان على الأقل نميز النسخة الألترا من النسخة العادية بتاع التليفون. ولكن عموما يعني الموبايل هيقدم لك أداء كويس وهيعجبك، وده في مختلف المهام والاستخدامات اليومية. يعني في المهام اليومية المعتادة زي استخدام تطبيقات السوشيال ميديا والتصفح والمكالمات وكل الحاجات دي، التليفون هيقدم لك أداء كويس جدا، مش هيقابلك فيه مشكلة خالص. هتقدر انك تستخدم كل التطبيقات دي من غير ما يقابلك اي تهنيج او لاج في التليفون، هتشتغل معاك بشكل كويس قوي. وبرضه اداء التليفون ده في المالتي تاسكينج او المهام المتعدده هيكون اداء كويس وهيعجبك. هتقدر انك تفتح اكتر من تطبيق في الخلفيه وتتنقل ما بينهم بشكل سلس وسريع، مش هيقابلك برضه تهنيج او لاج في التليفون. والموبايل هيقدر يحتفظ بالتطبيقات دي لمده طويله في الخلفيه من غير ما يقفلهم، وده علشان السعه الكبيره بتاع الرامات. وبرضه الموبايل هيقدم لك اداء كويس ومقبول جدا في الجيمز الخفيفه والمتوسطه، هتقدر انك تلعب الجيمز دي من غير ما يقابلك فيها اي مشاكل، هتشتغل معاك بشكل سريع الى حد ما من غير اي مشكله خالص. وبرضه في الجيمز التقيله اللي بجرافيك عالي فهي هتفتح وتشتغل معاك كل حاجه، وادائها هيكون اداء كويس ومقبول بنسبه كبيره، وده في حاله انك بتلعب الجيمز دي على اعدادات جرافيك منخفضه لو. ولكن بقى لو انت حابب تلعب الجيمز دي على اعدادات جرافيك عاليه ميديوم او هاي، فهي هتشتغل معاك كل حاجه، ولكن بصراحه هيقابلك فيها تقطيع كده وسقوط في الفريمات وانت بتلعب، لان المعالج ده مش موجه للجيمز، وكمان ماهوش احسن معالج يعني تستخدمه في لعب الالعاب، وده طبيعي ومقبول جدا بالنسبه لسعر الموبايل. فالموبايل هيكون مناسب ليك جدا في الاستخدامات المتوسطه او الاقل. ولكن بقى لو انت عاوز تليفون للاستخدامات الشاقه والتقيله فما انصحكش بالموبايل ده. اما بقى بالنسبه للكاميرات فهي برضو من المميزات اللي هتعجبك في التليفون. فالموبايل جاي بكاميرا خلفيه ثلاثيه، الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.6، وهي كاميرا وايد وبتدعم خاصيه الاوتو فوكس. والكاميرا الثانيه فهي كاميرا ماكرو، والكاميرا الثالثه فهي كاميرا مساعده، والثلاث كاميرات دول ملحقين بفلاش LED. وبصراحه برضو الكاميرات دي هتقدم لك اداء كويس وهيعجبك بالنسبه لسعر الموبايل. فانت هتقدر باستخدام الكاميرا الاساسيه انك تاخد صور كويسه جدا، وده في مختلف ظروف الاضاءه، يعني بالنهار او في الاضاءه القويه الكاميرا دي هتقدم لك صور كويسه جدا هتعجبك قوي. درجه الحده والتشبع بتوع الالوان اللي بيظهروا في الصوره كويسين، هيكونوا مرضيين ليك بشكل كبير جدا. الصور كده هتحس ان جودتها عاليه وهتعجبك من الجمال والحلاوه بتاعه الالوان بتاعتها. الالوان مظبوطه، مفيش لون داخل على التاني، وكمان الشاربنس او الحده بتاعه الصور كويسه جدا، والتفاصيل بتاعه الصور كويسه قوي. وبرضه بالليل او في الاضاءه الضعيفه فالجوده بتاع الصوره هتفضل كويسه، جودتها مقبوله جدا بالنسبه لتليفون اقتصادي. كميه النويز والتشويش اللي بيظهروا فيها مش كتير، وطبعا ده علشان الدقه العاليه بتاع الكاميرا وفتحه العدسه الواسعه بتاعتها. وهتقدر باستخدام الكاميرا الماكرو انك تاخد صور قريبه بكميه تفاصيل كتيره، وادائها اداء كويس شبه كل الكاميرات الماكرو اللي موجوده في الفئه السعريه دي. وبالنسبه بقى لتصوير الفيديو فهو بصراحه من اهم المميزات اللي موجوده في الموبايل. فانت هتقدر تصور فيديوهات بجوده 2K بدقه 1440 بكسل ب 30 فريم في الثانيه، وبجوده فول اتش دي بلس بدقه 1080 بكسل ب 30 فريم في الثانيه. وبرضه من اهم واقوى المميزات اللي موجوده في الموبايل هي الكاميرا السيلفي بتاعته. فالتليفون بيجي بكاميرا اماميه ممتازه، هي من افضل الكاميرات اللي موجوده في الفئه السعريه دي. فالتليفون بيجي بكاميرا اماميه وحيده بدقه 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2، واللي انت هتقدر باستخدامها انك تاخد صور سيلفي ممتازه هتعجبك جدا، وتقدر تعتمد عليها في المناسبات انك تاخد بقى صور كويسه جدا هتعجبك قوي. وهي بصراحه من احسن الكاميرات السيلفي اللي موجوده في الفئه السعريه دي. وبرضه من اهم مميزاتها انك هتقدر باستخدامها انك تصور فيديوهات بجوده 2K. الموبايل بيجي ببطاريه كبيره بسعه 5000 ملي امبير، واللي هي اي نعم مش اكبر سعه بطاريه في الوقت الحالي، ولكنها تعتبر بطاريه كويسه بالنسبه لتليفون اقتصادي، واللي هتكمل معاك اليوم كله، وده في حاله انك بتستخدم التليفون بشكل متزن. ولكن بقى لو انت بتستخدم التليفون بشكل شاق ما بتسيبش التليفون من ايدك يعني، فانت هتضطر تشحنها خلال اليوم، خصوصا ان المعالج بتاع التليفون بيستهلك كتير من طاقه البطاريه، وهي بتيجي بقدره شحن 18 واط، ودي سرعه شحن كويسه بالنسبه لتليفون فئه اقتصاديه. فالموبايل هيتشحن معاك من 0 ل 100% في حوالي ساعتين، وده هيكون من خلال منفذ USB Type C 2.0. وبرضه من اهم المميزات اللي موجوده في البطاريه دي
إنها بتدعم تقنية الباي باس تشارجنج، وده علشان تحافظ على عمر البطارية. الموبايل بيجي بنظام تشغيل أندرويد 14 مع أحدث واجهة مستخدم من ايتل، وهي الاو اس فيرجن 14.5. وبصراحة الواجهة دي واجهة كويسة، أدائها سلس إلى حد ما على التليفون، مفيش فيها باجز أو مشاكل يعني ممكن تخنقك من الموبايل. شكلها حلو وشكل الأيقونات بتاعتها هيعجبك، ولكن من أهم المميزات اللي بتيجي بقى في الواجهة دي أو في السوفت وير بتاع الموبايل ده إنه هيجيله تحديثات لمدة 2 سنين. التليفون بيدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سيم، والشريحتين دول بيدعموا الاتصال بشبكات الجيل الرابع ال 4G. وبرضه هتقدر إنك تركب كارت ذاكرة خارجي مايكرو اس دي كارد، وده حتى 1 تيرا في منفذ خاص بيه. من أهم المميزات اللي موجودة في الموبايل ده إنه بيجي بمستشعر بصمة أسفل الشاشة أوبتيكال، والمستشعر ده أداؤه كويس من حيث الدقة والسرعة بتاعته. وكمان الموبايل بيدعم خاصية الفيس انلوك علشان تقدر تفتح التليفون بتاعك باستخدام بصمة وراجل فيس اي دي، واللي بتشتغل بشكل كويس من حيث دقتها أو سرعتها. وبرضه من أهم المميزات اللي موجودة في الموبايل ده إنه بيجي بمستشعر الاي ار بلاستر، وده علشان تقدر تستخدم التليفون كجهاز ريموت تتحكم بيه في الأجهزة الكهربائية. وكمان الموبايل بيجي بمستشعر الاتصال قريب المدى ال NFC، ودي بصراحة من أهم وأقوى المميزات اللي موجودة في التليفون برضه، وقلما إن احنا نلاقي الميزة دي في تليفون في الفئة الاقتصادية. والموبايل مقاوم للغبار والقطرات المية، والموبايل بيجي بسماعة وحيدة مونو على اليمين، واللي صوتها كويس من حيث العلو أو النقاء بتاعها. التليفون بيجي ب3 ألوان، أسود ورصاصي وأزرق سماوي. وعلبة التليفون بيجي فيها شاحن وسلك توصيلي USB تايب سي، جراب للموبايل وسكرينة للشاشة، ودبوس درج الشريحة والضمان وكتاب التعليمات. وسعر بيع التليفون بيبتدي من أول $135. أول ما التليفون يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري التليفون ده. ال S25 Ultra من ايتل هو تليفون اقتصادي ممتاز، بيجي بمجموعة من المواصفات هي الأقوى في الفئة السعرية بتاعته. فالموبايل هو من أكتر التليفونات اللي بتقدم لك قيمة مقابل سعر بشكل هايل. وأكتر حاجة هتعجبك جدا في الموبايل ده من وجهة نظري هي الشاشة الكاملة الكيرف الأموليد بتاعته، اللي انت مستحيل تلاقي شاشة زيها في الفئة السعرية دي. والموبايل ده أغلى من ال S25 العادي $30، وأعتقد يعني إن الموبايل يستحق الفرق ده في السعر. وعموما يعني أي تليفون من الاتنين بيقدم لك مجموعة مواصفات مستحيل تلاقي زيها في الفئة السعرية اللي هو بيجي فيها، وعلشان كده أعتقد إن التليفونين دول هيعملوا مبيعات قوية جدا وهينجحوا نجاح كبير قوي. وطبعا حابب أشوف آرائكم وانطباعكم على التليفون ده في التعليقات أسفل الفيديو. في نهاية الحلقة بشكر كل واحد شايف الفيديو للنهاية، وطبعا ما تنساش اللايك والشير، ولو ده مرة تشوفني فياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تكون أول واحد يشوف الحلقات الجديدة. وأشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.